اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان ان شاء الله، تكونوا بالف خير ان شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوف واحد الغديه الصيفيه، غدا خفيف ظريف اللي زوين وباطباق مغربيه وكلشي مغربي ما شاء الله، وداك الشيء زوين ورائع ان شاء الله. تجربوا غادي يعجبكم. يلا لايك واشتراك لقناه شيوات فاتحه ميم. وهذا الغداء فيه الفريت، فيه العصير، فيه العسل ما غاديش نشاركو كما نقول لكم. فيه اصابع الدجاج مقرمشه زوينه بواحد الطريقه مغربيه زوينه، تتبيله مغربيه غادي تعجبكم. فيه مقبلات مغربيه حتى هي اللي سهله. وتابعوا الفيديو غتشوفوا هادشي راه كيجي غزال وكيجي رائع وكيجي زوين وخفيف ظريف في الصيف وعجبكم. يلا على بركه الله نبداو. يلا سيداتي، لما كانش عندك الصدور دائما فيما جبتي شي فروج حيد منه الصدر ولمي الصدور. هنايا انا محيده ديجا من الدجاج الصدور. كنقسم الصدر على ثلاثه، كنديرو رقيق، ولا بغات تخبطي خبطي، بغات تخلي بحال هكاك خبطي. يلا هنا التتبيله سهله. هنا غادي ناخذ واحد الراس، يعني واحد الكركوبه ديال الثومه مع زيت، واحد نص كاس ديال زيت العود. غادي نديرو كريمي لان غادي نحتاج نص سوق الدنجال ونص سوق غادي نتبل به الدجاج. يلا هنا غادي نطحنو باش ناخذ واحد الكريم ديال الثومه. آه يلا هنا غادي نطحنو وتشوفوا التتبيله عندكم من المطبخ ساهله مالا، وكتجي واعره وكتجي رائعه بلا مواد حافظه ولا كنجيبوا شي حاجه من برا، كلشي عندك في المطبخ. يلا هنا كنجيب واحد العلبه ولا بايركس ولا اي حاجه عندك. هنا واحد نص حامضه غادي نعصرها. نعصرها وغادي تشوفوا معايا التتبيله راه ساهله ماهله. وهاد يلا النص الحامضه هو الاول. هنا غادي نجيب التتبيلات اللي عندي. هنا غادي نجيب شويه الكمون. شوفوا التتبيله هنا على حسب الرغبه، على حسب الدجاج اللي عندك. هنا الكمون قزبر ناشف ولا قزبر حب مطحونه. هنا غادي نجيب شويه القرفه مطحونه حتى هي زوينه. القرفه كتحيد الزنخه كتحيد الزفر. هنايا غنجيب بابريكا الحمراء غندير هذيك غنكثر منها ولا التحميره. هنا الفلفل الاسود حتى هو كلشي هاد البهارات. بغات تزيدي الهريسه زيديها، هنا سكينجبير او زنجبيل بودره. لا عندك سكينجبير هذاك سميتو الهريسه كتبغي الحار ديريه. هنا الملح هنا غنملح لان ما عندي حتى شي حاجه هنا مالحه لا بهارات ولا شيء. هنا غادي نزيد نص هذاك الكريمه اللي صايبت، يعني الثوم وزيت العود غندير نصو نصو غنحتفظ بيه غادي نبغيه بعدين. غادي نبغيه. غادي نخلط وغنجيب واحد البيضه بيضه، وبعدين غنجيب معدنوسه. وعندي معدنوس انا هنا مطحون، يعني مقطعاه معدنوس، بس معدنوس ما فيش قزبر، معدنوس. واحد الخلطه اللي جات رائعه وجات زوينه وجات فنه. وحتى ملي تقرمش الدجاج يا سلام يا سلام، يعني داك الشيء ساهل وبسيط ومن البيت ديالك كيجي رائع. يلا هنا غادي ندوق الملح لان ما عنديش انا شي بهارات مالحين، خصني نظبط الملح. يلا هنا غادي هنا كتخلي التتبيله اما كديريها تبات ولا كديرها واحد 4 السوايع، كتخلي داك الدجاج حتى تيشرب هذيك داك الصدر حتى تيشرب ديك التتبيله باش يجينا شويه فتي ويجي طري. يلا هنا انا غادي ندير ليه السلوفان ولا النايلون وغندخلو للثلاجه. وغادي ندوز نصاوب المقبلات اللي ساهلين ماهلين بدون اي تعب، يعني ساهلين من المطبخ حتى هما وساهلين. يلا هنا السلوفان غندخلو هاد الفايركس للثلاجه ونخليوه ندوزو نخدمو الخدمه الثانيه. يلا هنايا انا عندي الفلافل باللوان وعندي الدنجال، غادي نشويهم في الفران بدون زيادات ولا شيء. ما غادي ندير ليهم لا زيت لا حتى حاجه، بس غادي نستفهم. هنا غسلتهم مزيان وغادي نستفهم. هنا عندي الفلفله صفراء حمراء خضراء وعندي الدنجال، يعني راه الصيف هذا راه وقت هاد الاشياء دابا موجوده ما شاء الله في السوق ورخيصه. يلا هنا غادي نثقب الدنجال واحد شويه صافي، غندوز عليه شويه السكين وغندخلهم بدون ولا زيادات ولا شيء. بغيتهم انا يجوني مشويين كاني دايرهم على الفحم ولا على الغاز. يلا هنا غندير واحد ثقب للدنجال باش يتشوى ليا دغيا. راه اصلا هو بسرعه كيتشوى في الفرن ما كيتعطلش. والفلفله حتى هي بسرعه. واحسن شيء الا كان عندكم الفحم ولا الفخر كيجي داك الشوي ديالو واعر. يلا هنا شعلت ديك العين ديال الفران ديال الغاز اللي لتحت صافي، غنخليهم يتشواو بسرعه، تشواو ما تيتعطلوش. يلا بعد ما تشووا لينا حنا غادي نخرجوهم وغادي نصاوبوا قدامكم المقبلات. يلا يا حبابي شوفوا هما تشواو خرجناهم دابا. هما تشواو جاو رائعين. نخليهم غنغطيهم بواحد الكيس باش يطراو ليا بسرعه. ما غنغسلهم ما والو، ما غادي نغسلهم. انا بغيت نجي ديك ريحه الشوي تجيني في دوك المقبلات كتجي زوينه. يلا هنا دابا هاد غنغطيهم بواحد الكيس بلاستيك واحد 5 دقائق وغادي نبدا نصايب فيهم. انا غنصاوب دابا المقبلات كاملين قدامي ونصاوب كلشي، وبعدين اللي غنقاد الدجاج. بما الدجاج خليته انا تا الدجاج تا قرب واحد 4 السوايع قربوا هي اللي بديت نصايب في هاد الاشياء. يلا هنا بعد ما خداو لي ديك 5 دقائق صافي كنجيب الدنجان كنفتحو من الوسط بلا ما نقي، وغنجيب واحد الملعقه وغادي نشيل هذيك الوسطاني كتشال كلشي كتجيك واحد الطريقه
ساهله مهله. وكنجيب واحد المصفايه باش يتصفى من داك الماء ديالو. انا راه عندي واحد الزعلوك سبيسيال، راه ما كنديرش فيه داكشي ديال القزبر معدنوس الثومه داكشي، لا لا لا، أنا عزيز عليا الدنجال بحال كناكلو. غتشوفوني اش غنزيد فيه، يعني كنبغي ناكل حاجه على طبيعتها، كنبغي ناكلها على طبيعتها. غنجيب الدنجاله الثانيه حتى غنديرها نفس الشيء، غنفتحها من الوسط وغادي نهزها بالملعقه ان شاء الله. هذاك الدنجال بيض زي الثلج، ما فيه لا بزر لا حتى حاجه، يعني ديك الزريعه ما فيه ما حتى حاجه. صافي ها هو تيتسقطر، غنخليه جنب. وغادي نعاود ديك الفلفله حتى هي راه صافي، الفلفله الحمراء وكلشي. وغندير لها واحد الصوص، هذه مقبل مغربي، يعني سلطه الفلفل بالالوان، كتجي زوينه. واحد المقبل اللي رائع وزوين وغزال، تقدري تعتمدي فيه حتى الضياف الا كانوا عندك، تحطيه هكا في الطبيصلات كيجي فن وكتجي زوينه. وحط واحد المقبل اللي لذيذ، انا بعدا من العشاق ديالو. هنا غنجيب واحد الصحن غنحط فيه دوك الفلافل كامله اللي غادي نقشر، وغادي نقطعهم بالطول. لان كتجي هي بالطول كتجي زوينه، هي اصلا ديجا طيبه. انا داك الصوص غادي نطيبو، اللي غنزيد عليه واحد 5 دقائق الفلافل صافي. هي طابت، هاد الفلفله طابت مع الشوي طابت ما شاء الله. دابا راه وقت هذا الشيء، دابا راه موجود في السوق هذا الفلفل بالوان والدنجال والفلفل الخضراء، لان الموسم ديالو ديال الصيف دابا موجود بكثره في السوق. كتمشي كتلقيه بزاف، يعني 5 دراهم، ماشي 5 دراهم، 4 دراهم، راه رخيص شويه، رخيصه. ماشي غاليه. الدنجال حتى هو المهم كيف الثمن ديال الدنجال والفلفله نفس الثمن. تيقول لك لا بغات تاخذي مع تقول لك تاخذي ب3 نفس الثمن. يلا صافي، بقات لي انا هاد الفلفل الصفراء هي غادي نصايبها. وغادي نقطع داكشي قدامكم، وغادي نجيبوا الطماطم ولا مطيشه. وهذا المقبل زعما زوين زوين والله، تا واعر واعر. انا بعدا من زمان كيعجبني هذا المقبل، كنديرو كيجي فن ولذيذ، وبهاراته ساهله، ما كاينه حتى شي حاجه معقده. يلا ديك الفلفله غنقطعها بالطول كامله اللي عندي. الفلفله الحمراء الصفراء الخضراء، اصلا هي شوف راه صافي طابت مع سميتو، طابت بسرعه كطيب ما شاء الله. وفيها فوائد، خاصه الحمراء عندها فوائد كثيره للجسم، يعني زوينه بزاف. الحمراء احسن، انا كتعجبني نيت الفلفله الحمراء بزاف. يلا هنا غنجيب واحد 3 الحبات ديال الطماطم، وغنجيب الحكاكه العاديه ما نطحنهم ما والو. غنرجعوا لداكشي القديم، اختي داكشي خصنا ناكلوا على الاصول ديالو. كنا الحريره كنديروا لها الطريقه كانت تجي واعره. يعني الحكاكه ديال المطيشه اختي، كاينه ديك ديال البلاستيك اللي عندها العلبه لتحت وهي من الفوق بيضه، هذيك سي زوينه، هذيك سي كنا تنحكوا فيها مطيشه. يلا صافي انا غادي نحك مطيشه. وغادي نجيب هذاك الثوم وسميتو اللي كنت خليت نصو. صافي انا كملت. غنجيب واحد المقلايه وداك النص ديال الثوم وديال الزيت اللي خليت، هو باش غادي نشرمل هذيك الفلفله مشرمله. صافي انا غادي كله غادي ندير هذاك الشيء، وغندير ديك المطيشه طيب حتى تشرب هي داك الماء ديالي اللي غنزيد عليه الفلافل، لان الفلافل قلت لكم راه صافي طايبه. صافي هنا غادي نحط هذيك المطيشه حتى هي. هذا المقبل بسرعه كيوجد، ما كيتعطلش ما والو. صافي ها هي جبنا ديك الطماطم. صافي غنخليها تشرب، وغادي نتلاقاو معكم كيفاش غادي نزيد. صافي يلا، الحمد لله الشكر لله يا ربي الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صافي ملي طابت لي هذيك وبهرت، انا بهرت ما قلتلكمش البهارات. ولا باقا ما زدتهمش، والله بنتسنوا لي عذروني. ما عرفتش درتهم ولا باقا. صافي باقا. هنا غادي ندير حقاش كنت فتحت الباب وكان جاني الصهد. المهم انا غندير الملحه، وغندير الفلفل الاسود، وغندير التحميره ولا البابريكا. صافي هادو هما البهارات اللي كنحتاجو في هاد الشرموله، كتجي رائعه رائعه. صافي صافي وانا غادي نخلي واحد 4 دقائق 5 دقائق صافي، وغادي نطفي عليها تبرد، لان كتكال بارده. هي ودنجال كاع المقبلات المغربيه كتكال بارده، يعني كتصايبيها توجديها من الاول، وكتخلي لي كديري الحاجه الثانيه. صافي دابا ملي غطيب لينا غنطفيو عليه ونخليوها يقعد الدنجال تسقطر. ها هي طابت، شوف كي جات ما شاء الله معلكه وزوينه رائعه رائعه. هذه بوحدها تكال بالخبز، هذه تشبعك زوينه. يلا على بركه الله. ملي دازت لي ديك 4 السوايع حنا جبت الفينو، اما الفينو ولا الطحين اللي عندك. تقولي ما عندي لا شابي ولا شابوره، ها هو انا عندك فينو. انا زدت عليه الملحه، زدت عليه الفلفل الاسود، زدت عليه واحد شويه بودره الثوم. هذه تستغني عليها، ما بغيتيش ديريها ما ديريهاش. غنزيد عليه هنا البابريكا الحمراء تحميره، ولا ديروا تقدروا ديروا البودره اللي كياكل الحار يدير الحار. صافي هنا غنخلط الكل كامل، وغنجيب داك الدجاج. صافي غادي نصاوبو. اللي ما عندوش الشابوره يقول ما عندناش باش نديرو الدجاج مقرمش، انا جبت لك الطريقه ساهله مهله، لا في التبهيره ولا حتى في باش تغل فيها. كلشي من المطبخ ديالك. حتى ما عندكش هاد الفينو يمكن لك ديري الطحين، حتى الطحين كيجي زوين. ولا عندك الشابوره ديري الشابوره، المهم كاين الاختيار. صافي هنا ملي كنبدا نديرهم كنضربهم شويه بيدي تيكونوا طراو،
ما تبقاوش غلاض وداكشي تيوليو زوينين. هنا ما ضربتهم لا مدق لا حتى حاجه. شوفوا هانتوما كنديرهم بيدي باش كشوي كتجيني شويه مديره. عرفتي راه جا واعر، واحد اللذه فيه. جربوه صدقوني، جا واعر 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 بزاف، حتى اللذه ديالو جات واعره فنه. والعصير اللي قلت لكم انا ما غنقول لكمش العصير. العصير راه ساهل، غتجيبي 4 ليمونات 5 ليمونات، تجيبي واحد الحامضه وكاس تاع الماء صافي باش تخفي. يلا هنا غنجيب واحد المقله عندي ديال الكرانيت اللي تنقلي فيها، كندير فيها الساندويتشات وداكشي. هنا غادي ندير الزيت وغادي نبدا نقلي في داك هادوك الاصابع. يعني راه جاو واعرين واعرين، واحد اللذه ديال قلت لكم بدون دوك البهارات كاع، ولا نستغناو على داكشي ديال بهار الدجاج وداكشي، بدون جو رائعين. هاد التتبيله جو فنين وجو سبحان الله. حتى الزيت شاربين الزيت، ما فيهم لا زيت لا ولا شيء. شوفوا راه الكاميرا ما عطاتهمش حقهم تيبانوا بحال، ولكن راه جو حمرين وجو واعرين، جو فنين فنين فنين. جو لذاذ وجو مقرمشين. وجربوا هاد الطريقه راه زوينه. يلا اللي ما تيبغيش يدير تيقول ما عنديش باش ندير، انا جبت لك الطريقه مبسطه صافي. هنا غادي نبقى تنقلي هذاك كلشي ديالي، وغادي ندوزو للتقديم ديال الشكل النهائي ديال هاد الغديوه الصيفيه الخفيفه من اطباق مغربيه اللي كتجي فينا. صافي بقاو الكناد الاخرين انا جبتهم. يلا صافي انا كملت كامل القلي. يلا وحا غنحط حدايا بطاطا حتى هي راه سخنت، نحط حداها بغا نقليها حتى هي. شوفوا ها هو الشكل ديالو النهائي جا واعر. المهم هنا موجدت كلشي الاشياء ديالي صافي. داك الدنجال، انا الدنجال قلت لكم ما كندير عليه حتى حاجه. هنا غندير عليه زيت العود والكمون والملح بس صافي. 3 الاشياء كيعجبني الطريقه. اللي بغى يديروا الزعلوك، الزعلوك المغربي راه معروف بالثومه وكتشرملي مطيشه وتشرمي داكشي وتعودي الزعلوك. المهم انا صافي هاد 3. ولا المتبل اللي كنديروا فيه الطحينه، كنديروا داك في السعوديه ما عندناش هنا. الطحينه كتجي فنه حتى هي مع الليمون وشويه دانون. والطحينه كيجي واعر حتى هو. داك الدنجال المتبل بالدنجال راه عندي في القناه، اللي بغى يدخل يشوف المتبل بالدنجال حتى هو عندي. صافي هنا غنكب عليه الزيت العود البكر يعني. وكلت فنه بدون نزيد عليه حتى حاجه، كتستافدي من الدنجال صافي. ديك الشرموله حتى هي اللي واعره زوينه، شوف كي دايره فنه يعني رائعه رائعه. غديه زعما في المستوى. صافي هنا البطاطا كتقلق، ها هي الزيت ها هو بسرعه صافي حتى هي يعني دغيا غتقلق. البطاطا موسميه حمراء حتى هي زوينه، كتجي في القلي زوينه وخفيفه واعره. صافي هنا غادي نهزها انا قليتها. وواحد الغدا اللي كان رائع، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. وبشيء بسيط نخرجوا اشياء رائعه من المطبخ المغربي. يعني داكشي تيخرج واعر واعر، افكار زوينه. صافي ها هو دار الغدا ديالنا. العصير اللي قلت لكم الليمون والحامض والماء صافي. المسبل الدنجال. يلا حبابنا اللي عجبكم الفيديو ديالنا ما تنسوش لنا اللايك والاشتراك لقناه شيوات فتح حميم. شكرا على المتابعه الجديده، شكرا لكم، الى اللقاء في فيديو ثاني.